صباح الخير. خلوني أحكي لكم اليوم عن قصة ما هي عن شخص معين، لكنها عن نوعية من الناس الأنذال الذي ربما مريت بهم يوم من الأيام. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالصفحة أو متابعة الصفحة والتعليق، وكلكم ممنون. ناس تعيش معك سنين، تأخذ من وقتك، من جهدك، من قلبك بدون ما تحس انهم هم واقعين. تمسك يدهم وتكون لهم أخ قبل أن تكون صاحب، تشيله بعد شغلك، تطلع معه، تغير جو، تأكله، تشربه وتسمع له وتتحمل مزاجه. تحاول تفتح له أبواب رزق، يرفض، يتحقق، لكنه يبقى معتمد عليك. وفجأة يتغير عليه الحال، يدخل تجارة، يفتح بزنس، تصير أموره تمام، وتقول الحمد لله الله رزقه. لكن المصيبة يوم تدور عليه ما عاد يرجع لك ولا يرد ولا حتى يعترف بجميل العشرة. وفجأة تلاقي نفسه أكبر من القرب اللي كان بينكم، أكبر من العشرة، أكبر من الخير. ناس إذا شبعوا بعد جوع يحسبوا الدنيا قامت لهم بس، وإذا لبسوا نعال عملوا ضجة كأنهم لابسين تاج. صدقوني أصعب شيء لما تكتشف إنك كنت صادق وهو كان معك بس وقت حاجته، ما تطلب منه شيء ولا انتظرت منه رد، كنت تقول له وينك وكيفك، استغنى لك. لكن بعض الناس يكبرهم الرزق ويصغرهم الوفاء. والله ما يحز في أنفسنا إنهم تغيروا، يحز في نفوسنا إننا نرتاح بوجودهم وتحسبهم إخوان وأصحاب. رسالة اللي يسمعني، لا تعطي قلبك لكل أحد. في ناس كان وجودك معهم كان نعمة، ولما اختفيت عرفوا قيمتك بعد فوات الأوان. ايش رأيكم أنتم في الموضوع هذا، في قصة الناس الأنذال؟